السلام عليكم خياتي حباباتي، مرحبا بكم في قناتكم قناة كل ما لذ وطاب مع ام وسيم. واش راكم خياتي العزاز؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا كامل مهنيين وبصحه جيده. قبل ما نبداو الوصفه تاع نهار اليوم ما ننساوش نصليو كامل على الحبيب المصطفى محمد عليه افضل الصلوات والسلام. كما راكم تشوفوا حباباتي اليوم الوصفه تاعنا غير بالكورجات، تجي ما شاء الله بنينه وخفيفه. يعني كما راكم تشوفوا راني ندير لكم في الوصفات الصيفيه الخفيفه اللي دائما حنايا حارين واش نطيبوا واش نديروا. يعني الفريجيدير تاعنا فيه الخضره وتلفت لنا واش نطيبوا. جيتكم بهذه الوصفه كما قلت لكم الخفيفه والاقتصاديه، يعني وفي وقفه توجديها، ما تاخذش منك وقت كبير وما تاخذش منك مقادير ثانيك كبار. كما راكم تشوفوا نبداو الوصفه تاعنا بسم الله. عندنا حبيبات من الكورجات كما راكم تشوفوا، قطعتها دوائر تكون مخشينه مرقيقه باش بالخف طيب لنا وما تشربناش الزيت بزاف. نجيبو هكا اناء او غيسيبيون نحطو فيه القرعه تاعنا بعد ما نقطعوها. كما قلت لكم هذه الوصفه بزاف بنينه بزاف هايله، يعني اللي ما ياكلش الكورجات في الدار وكلاها يعني جات ما شاء الله بنتها روعه روعه. ما تنسوناش خياتي العزاز بالجام والبارطاج، واللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك في القناه فضلا وليس امرا، هكا باش يلحق الفيديو اكبر عدد من المشاهدين وكما يقولوا تعم الفائده. نملحوا القرعه تاعنا كما تشوفوه، نملحوها مليح باش ما تجيناش صامته. كما نعرفوا حنايا كامل القرعه في اصلها يعني صامته، بصح حنايا نتبلوها ونرجعوها بنينه. نجيبوا مقله تاعنا نديروا فيها شويه زيت ونبداو نقليو في القرعه نتاعنا كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم هذه الوصفه اقتصاديه وتوالم بزاف، يعني في فصل الصيف تتلف لنا كامل راسنا يشيب واش نديرو فطار واش نديرو عشاء. جبت لكم يعني هذا الوصفه كما قلت لكم سهله اقتصاديه وليه توجدوها. كما راكم تشوفوا نقليو كامل القرعه تاعنا، يعني ما كاش اللي ما تعرفش تقلي القرعه تاع القرعه، يعني نقلبوها وكي تحمرنا من الجهتين نحطوها في التبسي، يعني بلا ما نشفوها من الزيت باسكو مش راح ناكلوها هكاك. راح نديروا لها لاصوص وتجي بنه على بنه، يعني تجي رائعه في البنه. نكملوا نقليو كامل الكورجات تاعنا كما راكم تشوفوا طابت لي على الجهتين، نحيها. ان شاء الله خياتي تتبعوا الفيديو من الاول للاخير وتعجبكم الوصفه وراح تديروها وراح تدعيوا لي. ما تنسونيش خياتي كما قلت لكم بالجام باش يطلع الفيديو يعني ويلحق اكبر عدد من المشاهدين، وهكاك راح تستفادوا كامل. واللي حابه اي وصفه تخلي لي يعني تعليق، راح نحاول نلبي لكم كامل طلباتكم. نجيبوا الطماطيش نتاعنا يعني باش نديروا لاصوص. نجيبوا المقله تاعنا ديريكتومون نسكرفجوها في المقله تاعنا، نحيو لها الزريعه اكيد ونسكرفجوها على هذا الشكل. كما قلت لكم هذه الوصفه ما فيهاش مقادير بزاف وليه توجد، يعني في وقفه توجدوها تجي بنينه تجي معسله تجي ما شاء الله. نسكرفجو كامل الطماطيش تاعنا كما كنتم تشوفوا باش نديروا لاصوص. جبت حبه فلفل طرشي، هذا ماشي حار يعني اختياري، اللي حبت ديروا اللي ما حبتش ما ديروش. يعني يزيد لاصوص تاعنا بنه نسكرفشته، وهذاك القشور اللي خرج لي نحيته. واللي تخاف على صبعتيها يعني سكرفاج كيكون جديد راه واعر قطعوه يعني فوق
لا بلانش تاعكم قطع صغيره غير بالموس وحطوه مع طوماطيش تاعكم. هنا نجيبوا سنينه تاع الثوم تاعنا ونقطعوها دوائر. اللي ما يحبش يلقاها في في الفطور نتاعو ولا العشاء نتاعو كيما راكم تشوفوا، يحبهاش ما يحبش ياكلها هكايا يسكرفجها، اللي ما يحبهاش تبان. هنا نديروا شويه تاع الزيت، شويه تاع كري، شويه تاع فلفل كحل، الكمون. خاصه الكمون في هذه الوصفه لازم الكمون، الكمون هو البنه تاع الوصفه نتاعنا، هو الصح في الوصفه نتاعنا. نديروا المقله تاعنا فوق الفرن، نخلو لاصوص طيب شويه وتطلق معها هذاك الوقت باش نملحوها. كيما عودتكم دائما ما نديروش الملح في الاول حتى الطماطيش تاعنا تطلق العصاره نتاعها. خياتي ما تكثروش الملح باش ما تجيكمش مالحه، باسكو القرعه ملحناها مليح. الا ملحتوا لاصوص مليح والقرعه مليح عفوا راح تجيكم مالحه. هنايا درت شويه تاع هريسه اختياري، اللي يحب الحار واللي عنده الدرسه يدير الدرسه. خلوا لاصوص تاعنا طيب. الا كان الطماطيش تاعكم ما فيهاش الماء ديروا لها فنجل تاع ماء، فنجل تاع اتاي تاع ماء، ونخلوها طيب في غرضها، نقصوا لها للفرن. وهذاك الوقت نجيبوا القرعه نتاعنا ونفرشوها في المقله تاعنا ساير داير حتى نغطيو كامل هذيك لاصوص. كيما راكم تشوفوا هذه الوصفه راهي باينه باللي بنينه، بلا ما نشرح لكم، بلا ما نقول لكم بنينه، راهي باينه باللي بنينه تجي ما شاء الله. كيما قلت لكم اللي ما ياكلش القرعه يولي ياكلها. هذه الوصفه تجي بنينه ما شاء الله، ومشبعه بالخف تشبعوا. كي نكمل القرعه نتاعنا نفرشها كامل في المقله، نحاول نحبطها بالمغرفه باش تتشرب كامل لاصوص. هنايا نجيب فرماج شيدر او اي فرماج عندك، ديريه فوق المقله تاعك، اختياري. واللي ما عندهاش فرماج تقدر دير البيض، واللي ما عندهاش لا بيض لا فرماج تقدري تخليها هكاك وتجي بنينه، تجي ما شاء الله. بصح الفرماج راح يزيد لها بنه. والله يا خياتي تقول شي ماشي وصفه تاع قرعه، كشغل بيتزا مع داك الفرماج داب فوقها جات ما شاء الله. شهيتكم في الجنه خياتي، راهي تشهي. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. هذه الوصفه راح تهنيكم التخمام تاع العشاء، التخمام تاع الفطور، في وقفه عفوا توجدوها. والان خياتي العزاز ما عليا الا نقول لكم خليكم في امان الله وحفظه، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده. تهلاو في روحتكم.